صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. صباحكم كله خير وصباحكم كله رزق وصباحكم كله سعادة وهنا. أنا قمت من النوم كده قلت لازم أنزل لكم الفيديو ده على الصبح كده. صباحكم منجة حاجة كده عظمة، عشان اللي عايزة تلحق تدخل مطبخها كده على الصبح وتعمل الحاجة الحلوة دي. مش مكلفة خالص، جميلة وتحفة وتحفة تحفة تحفة. حاجة حلوة، هتكفي عدد كبير، كمية كبيرة. أول ما تدخلي مطبخك اعمليها. أنا اللي بقول لك، أنا قلت لازم أنزل لكم الفيديو لسه كده وإحنا لسه كده على الصبح. تمام. فصباحكم كله سعادة إن شاء الله وخير ورزق. عايزين دعوة حلوة لإخواننا في فلسطين، ربنا يفك كربهم يا رب ويرفع عنهم البلاء. هندخل مطبخنا ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. يلا دلوقتي معايا حلة هاخد فيها لتر لبن او كيلو لبن. انا هعمل الحاجات اللي هتاخد وقت او اللي عايزاها تبرد عشان احطها على القالب بتاعي او البايركس بتاعي او الصينية بتاعتي الموجودة عندك اعمليه. تمام. خدت كيلو لبن او لتر لبن كده وحطيته في جنب. خدت 3/4 كوباية مية مغلية، ومعايا باكو جيلي مانجا. باكو جيلي مانجا. معايا علبة التوينكس دي، معرفش هي ب50 تقريبا ب60. المهم العلبة دي انا ما خدتهاش كلها، يعني اخدت نصها اكتر من نصها. المهم هي عملت لي عظمة بصراحة. خدت باكل جيلي المانجا، حطيته على المية المغلية، قلبته وسبته يهدى شوية برضو في جنب. تمام. الحليب بتاعي هحط عليه 3 معالق سكر و3 معالق كاستر، يبقى كيلو اللبن او لتر اللبن 3 معالق سكر و3 معالق كاستر. بقلبهم وادوبهم كويس وهرفعهم على النار يستووا زي المهلبية بالظبط. تمام. واسيبهم بعد كده يبردوا، يعني هما دلوقتي على النار. تعالوا بقى نقطع المانجا بتاعتنا. قطعت لكم المانجا كده بكل سهولة، لان في ناس تقول لك بنيجي نقطعها بتتبهدل مننا وتتفعص مننا وتبهدلنا والحكاية والرواية. تعالوا اوريكم ازاي بتقطعوا المانجا بالراحة كده. بتقطعوا المانجاية نصين، والبذر بتخلو من حواليه كده بكل سهولة. تمام. بسكينة صغيرة كده، وباخد النص بتاع المانجا اللي انا قطعته كده واروح جاية عاملاه مكعبات بالسكينة زي ما هتشوفوا دلوقتي. مكعبات واحدة واحدة كده، وتعوروا ايديكم. ما تطلعوش بالسكينة، بمعلقة بكل سهولة. بصوا ما شاء الله اهي بتطلع بكل سهولة، ما بتاخدش معاكي حاجة. تقطع المانجا مانجا 2 3 بسهولة وسلاسة اهي. مش بتاخد معاكي وقت خالص، ولا بتتعبك ولا بتتفعص ولا بتعمل اي حاجة. تمام وزي الفل اهي. على فكرة الواحد لما بيكون في دماغه ان هو عايز يعمل الحاجة دي هيعملها. خلاص انتي حطيتي في دماغك هتعمليها وهتعمليها زي ما هي عايزة تتعمل. مش هتعمليها ببهدلة وهتعمليها لا، زي ما انتي خلاص حطيتها في دماغك يبقى هتعمليها. تمام. يبقى قطعنا منجتنا ما خدتش معانا حاجة اهي. تمام. وحطيناها في جنب. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعدها هنعمل ايه. هناخد شوية حليب كده صغيرين كده. الكاستر بتاعي استوى اهو، وهنسيبه يبرد. نزلته من على النار اهو، هسيبه يبرد. يبقى قطعنا المانجا، عملنا كيس الجيلي دوبناه في 3/4 كوباية مية اهو. هنقلبه على المانجا ونركنه بقى. نقلب الجيلي مع المانجا ونركنه في جنب، والكاستر اتعمل ونركنه في جنب. نشوف بقى الخطوة اللي بعدها هنعمل ايه. نشوف التوينكز، نفتحه كده ونشوف هنعمل فيه ايه.
حاجة سهلة خالص، ما خدتش وقت والله. وما شاء الله بصراحة، انا بس لمجرد ان انا دقتها وما اكلتش منها، يعني سبتها في البيت، وعلى ما رجعت الحمد لله بس هعملها تاني. هفتح التوينكز الكمية اللي انا هحتاجها في البايركس بتاعي او الصينية بتاعتي، اللي عندك المتاح عندك اعملي فيه. مفيش حاجة، ما توقفيش نفسك على حاجة في المطبخ، ما يعني اي حاجة هتمشي، اي حاجة هتستخدميها هتنفع ان شاء الله. ما توقفيش نفسك في المطبخ على حاجة. احنا يعني هو ممكن يكون يا عيني مفيش نفس، معرفش، مفيش حاجة تفرح. فيعني احنا بنحط كل اللي احنا فيه في حاجة زي كده، يعني في صينية حاجة حلوة، في صينية، يعني هي دي اللي بتخلينا مثلا ناكل، يعني زي ما بيقولوا اكسير السعادة، يعني حاجة بتسعدنا شوية، وحاجة بتدينا طاقة شوية. يبقى عملت التونكس كله، بليته في الحليب واحدة واحدة، ورصيته في البايركس بتاعي، ونزلت عليه بالكاستر بتاعي، سبته يبرد، سبت الكاستر يبرد لما نزلته على التوينكز، وعمل طبقة كده، ونزلت بالمانجا بتاعتي والجيلي اللي كان عليه. تمام. هندخله التلاجة يعمل طبقة يتمسك كويس، وبعدين نخرجه. شفتوا بقى العظمة؟ اقسم بالله عظمة وتحفة وطعم رهيب فوق الخيال. يعني تحسي وانتي بتاكلي مش بتاكلي حاجة بتصدك، ولا حلويات بتصدك، حاجة كده انتي عايزة تفضلي تاكلي فيها، مستمتعة بها كده، حاجة تحفة خيال. انا قلت والله العظيم لا اعمل واحدة تانية عشان اكل منها، انا ما اكلتش، فقلت انا عايزة، يعني انا يا دوبك كده زي ما انتوا شايفين دقت كده. بس انا المرة دي بقى انا مش هجيب توينكس، انا هعمل صينية كيكة واسقيها لبن، وانزل عليها بالكاستر، والمانجا بتاعتي زي ما هعملها بالجيلي، زي ما عملنا دلوقتي في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير سبسكرايب، حطوا لي تعليق حلو، انا بستنى تعليقاتكم يا جماعه. انا عايزه القناه بتاعتي تشتغل، يعني القناه بتاعتي يعني كل ما بلاقيش تعليقات بحس ان انا مش عايزه انزل فيديوهات تاني، بس برجع تاني وانزل. فدعمكم بيهمني، بيديني طاقه، بيديني باور. التعليق لما بقراه والاقيه حلو بيدخل في القلب على طول، فبرتاح بصراحه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.